ليه مية جوز الهند التايلاندي مشهورة في العالم كله؟ في تايلاند بيزرعوا شجرة الجوز غالبا جنب الترع الصناعية، وده بيسهل الري والعناية وكمان بيزود الإنتاج. وقت الحصاد العمال بيستعملوا عصيان طويلة من البامبو وعليها مناجل يقطعوا بيها عناقيد الجوز ويسيبوها تقع في المية، ولما يجمعوا كمية كفاية بيربطوا الجوز بالحبال ويطفوه مع المية لحد ما يوصل لنقطة التجميع، ومن هناك بيتحمل على عربيات نقل ويروح على المصانع. في المصنع بيتفرز الجوز ويتقطع منه السيقان، والعمال المتمرسين بيقشروه بسرعة ومهارة، والشغل ده محتاج تركيز عالي، وعشان كده الشاطر فيهم ممكن يكسب لحد $100 في اليوم. بعد كده الجوز ده بيتنقع في تنكات مياه كبيرة للتعقيم ولإزالة مادة الراتنج عشان يفضل القشر لامع، وبعدين يركبوا صمام في شفاط صغير فوق كل جوزة وبيغلفوها ببلاستيك عشان تحافظ على الرطوبة. آخر خطوة هي التعبئة والتغليف. الجوز بيتحط على سير نائل يعدي على ماكينة بخار متركب فيها الشفاطات، وبعدين في الآخر يتحط في الكراتين. هل الشغلانة دي ممتعة بالنسبة لك؟ وهل تتمنى إنك تشتغلها؟ قولي في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.